اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض بدفور يعني طعم وريحة حكاية، يعني فاخر من الآخر زي ما بيقولوا كده. طعمه جميل جدا جدا، لو جربتيه هيعجبك بإذن الله. ركزوا معايا بس في المقادير. كان معايا 650 جرام من الدقيق، و150 جرام من السكر البودر، واتنين صفار بيض، مش هناخد البيض كامل، اتنين صفار بيض بس. ومعايا 500 جرام من الزبدة، وهناخد نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وطبعا الفانيليا علشان البيض. هننزل اول حاجة بالسكر البودر، تكوني يعني طحناه كويس جدا يكون ناعم. وبعدين هننزل بال 500 جرام من الزبدة، وهنحط طبعا، هنفضل بقى هنضرب في الزبدة والسكر لحد ما تبقى زي الكريمة كده. لو مش متوفر عندك المضرب او العجان، فلو عملتيها بايديكي هتكون يعني كويسة جدا جدا. يعني انا مرات اخويا عملتها من غير مضرب وبايديها كده، طلع تحفة، يعني جميل جدا. للناس اللي هي مش متوفر عندها المضرب او العجان. طبعا الزبدة هتكون ساقعة بس مش متلجة، تكون ساقعة بس من التلاجة. هتجيبيها تكون يعني طرية بس تكون ساقعة، يعني مش مجمدة قوي. بس هننزل بقى بالسكر والزبدة، وبعدين نضربهم كويس لحد ما يبقوا زي الكريمة كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هننزل بالاتنين صفار بيضة، وبعدين هنحط الفانيليا. انا بحط 3 اكياس يعني الفانيليا. لو احنا برضو زودنا شوية، يعني المفروض على كل بيضة نحط كيس. بس انا زودت كيس تاني بس عشان الزفارة، يعني يبقى ريحة البودفور كده تبقى جميلة. بس هنضربهم كويس جدا بقى الصفار مع الزبدة والسكر. وبعد ما نضربهم كويس هننزل بقى بالدقيق. 650 جرام من الدقيق، مش عايزين اكتر او اقل، 650 بالظبط. وبعدين هنحط بقى نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بس كده، دي كانت نص معلقة، ما كانتش مليانة، ما كانتش عالية يعني هرمية، هي كانت نص معلقة بالظبط. وبعدين بقى هنبدأ بقى اللي احنا ايه، نلم المكونات دي كلها كده ببعضها. فانا ما تلاقيت الايه المعلقة مش نافعة معايا، فهنشتغل بايدينا. المقدار بتاع البيدوفور ده اللي هو بتاع الكيس الحلواني، مش بتاع المكنة. البيدوفور بتاع المكنة له مقدار تاني خالص، مش زي ده. ده بيبقى العجينة بتاعتها يعني طرية جدا، بتكون فيها تلزيق زي ما انتم شايفين كده، مش بتكون متماسكة. بس كده جهزت معانا. هنجيب بقى القمع اللي احنا، او كيس الحلواني، وبعدين هوريكم البلبلة اللي احنا هنعمل بيها. بصوا، اللي هي السنون بتاعتها مفتحة كده. في منها يعني اتنين، في منها اللي هي الكبيرة دي بتاعت البدفور، وفي منها اللي هي الصغيرة شوية. لو عايزة تعملي بيها يبقى البدفورية صغيرة خالص كده، لو انتم حابين يعني. ما ينفعش اللي احنا نعملها بالسنون اللي هي تكون قافلة على بعضها دي ما تنفعش، دي مش بتاعت البدفور. فاحنا هناخد اللي هي سنونها اللي هي الكبيرة شوية، هنشتغل بيها. طبعا البودفون ما ينفعش بكيس حلواني، الاكياس اللي هي العادية، لازم يكون اللي هو القماش ده، علشان العجينة لو هي في الكيس اللي هو العادي الكيس هيتقطع، مش هيستحمل، لان العجينة تقيلة شوية برضو مش زي الكريمة. فلازما الكيس اللي هو القماش، كيس الحلواني اللي هو القماش ده او القمعي يعني. بس حطينا بقى العجينة، وبعدين هنبدأ بقى. بصي، انا حاطة جزء من العجينة تحت كده، وبلف بقية العجينة فوق، يعني في القرطاس كده من فوق. فانا كل ما بخلص الكمية بتاعتها، بصي بلف، واخدة على قد يعني قبضة الايد كده، على قد ايدي ما اعرف امسك العجين. وبعدين بنزل وبلف كده القرطاس، علشان انزل الايه البيضفور بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن بقى تعملي اي شكل تاني، مش لازم نفس الشكل ده. انا عملت شكل تاني هيبقى طويل شوية، بس ما حبيتهوش الحقيقة، فانا عملت صينية واحدة بس، والباقي كله هكمله بنفس الطريقة دي كده. لو انتي تقدري تتحكمي، لو عايزاها البودفور تكون كبير قوي او صغير، تقدري تتحكمي وانتي بتنزلي العجينة من الكيس الحلواني.
بس انت بتتحكمي في كمية العجينة اللي بتنزل من القمع، لو عايزاها البدفور يكون كبير شوية او صغير، او يعني الحجم اللي انت عايزاه. بس كده، كل من بين كل واحدة والتانية بتنزلي العجينة من فوق وتلفي القرطاس كده لحد ما تخلصي الكمية كلها. طبعا الصينية مش بتكوني دهناها ولا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة خالص، زي ما هي كده. ولان البيدفور فيه كمية زبدة كويسة، فمش هتلزق في الصينية وهتطلع معاكي بكل سهولة. تعالي نتكلم شوية على التسوية بتاعة البيدفور. طبعا بتسخني الفرن وتدخليها درجة الحرارة تكون هادية، مش بتكون عالية قوي. بتدخليه الفرن بالظبط، مش هياخد معاكي 10 دقايق، مش هتكمل 10 دقايق. اول ما تشوفي البيدفور بتاعك خد لون من تحت كده، لون ذهبي، يبقى خلاص هو كده استوى. لو انتي عايزاها ياخد لون كده من فوق، يكون يعني ذهبي برضو. في ناس بتحب البيدفور من فوق يكون فاتح، وفي ناس بتحب يكون واخد لون ذهبي شوية، زي ما انا هوريكم في الاخر. انا مش بحب يكون لونه ابيض كده، لا، لازم يكون واخد لون كده ذهبي فاتح. بيبقى هو ده التسوية المظبوطة بتاع البيدفور. بس كده هنخلص بقى الكمية كلها وهنولع الفرن. هنحط البيدفور بتاعنا ده. كان تاني صينية. بالظبط البيدفور ده، مش عارفة، بره سمعت اسعار بيبدأ من 110 ل140، 150. آه نتكلم شوية على التكلفة بتاعت البيدفور. بالظبط انا كلفت البيدفور ده 115 جنيه، 115 جنيه. عمل لي قد ايه بقى الكميه دي؟ عملت لي كيلو ونص من البودفور، يعني اوفر بكتير ما انت هتشتريه من بره. طعم بقى مش قادره اقول لكم، حكايه مبسبس كده وناعم وجميل جدا. لو جربتوها اوفر ليكم بكتير ما انتوا هتشتروها من بره. 115 بالشوكولاتات بكل حاجه بتاعه التزيين بتاعه البودفور. بس هنا بعد ما استوى طبعا، شايفين بقى واخد لون كده ذهبي من فوق، مش لونه ابيض. هو ده التسويه المظبوطه بتاعت البيدفور. ما فرش قوي في قلب الفرن، هو فرش فعلا عشان فيه زبده فاكيد هيفرش، بس حاجات بسيطه مش كتير قوي. ومحتفظ بالرسمه بتاعته، الشكل بتاعه يعني. ما الشكل بتاعه ما راحش من على البيدفور ولا اي حاجه خالص. شايفين بقى كان ناعم جدا، طعمه بجد حكايه. تعالوا بقى ايه، نزين او نلزق البيدفور بتاعنا. ده اصعب حاجه في البيدفور عموما، يعني اللي هو يعني انا اعمل بيدفور، اعجن البيدفور واسويه واقطعه كل حاجه. الا اللي انا مثلا اعمله بالشوكولاته ده بيكون تعب، يعني مش قادره اقول لكم. احنا نفضل نمسك واحده واحده. هنحط من الشوكولاته، لو انت عايزه تعمليها بالمربى، في ناس بتعملها بالمربى، تحط يعني حته صغيره من المربى في النص، وبعدين تجيبي التانية تقفلها وبعدين تحطها في الشوكولاته. انا كان معايا جوز الهند وشوكولاته كاكاو وشوكولاته بيضه، مصيحاهم على حمام بخار. وبعدين بدل بقى ما اجيب مربى وكده، فاحنا بنقفله بالشوكولاته. هنقفل بيه الشوكولاته زي ما انتم شايفين، حته صغيره كده مش كتير قوي. وبعدين هحط التانية، بقفلها وبعدين بحطها في الشوكولاته اللي هي الكاكاو. بس هنحط واحدة في جوز الهند وواحدة في الشوكولاتة البيضة، والتانية في الشوكولاتة اللي هي العادية. كده نفس النظام. هنعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها كده زي ما انتم شايفين بالظبط. لو انت طبعا عايزة تشكليها بدل جوز الهند الشوكولاتة اللي هي الفرماسي، فعادي مفيش اي مشكلة خالص. بس الحقيقة انا مش بحبها الشوكولاتة الفرماسي في البيدفور، لانها بس بيكون يعني في قرمشة كده في الاكل. لا، فهو البيدفور ناعم، فاكيد لا، احنا عايزين حاجات تكون ايه، ناعمة كده. كمان سواء الشوكولاتة او جوز الهند، ما يكونش في حاجة بتقرمش كده في الاكل مع البيدفور. بس في ناس بتحبها، في ناس بتحب الشوكولاتة اللي هي الفورماسي دي في البيدفور، في حرية شخصية يعني، مش اكتر. بس دي البيدفور اللي هو كنت عاملاه، يعني كان واخد شكل البسكوت شوية، كان طويل، بس هو الشكل ده. اكتر حاجة بحبها في البيدفور اللي هو جوز الهند. حقيقي يمكن انا عشان بحبه بالجوز الهند، فعملت
فعملت كمية اكتر شوية بجوزة الهند عن الشوكولاتة اللي هي العادية البيضة او التانية. بس هنخلص الكمية كلها واقولك بقى ايه بنحتفظ بيه البيدفور ده ازاي. مش بنسيبه كده في قلب الصينية. احنا بنجيب طبعا بعد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها والشوكولاتة بتمسك عليها يعني على طول، مش هتاخد وقت. مثلا ان عما خلصت الكمية كلها كانت خلاص الشوكولاتة مسكت على البيدفور، لان احنا مساحينها على حمام بخار مش حاطة فيها زيت كتير، هي نقطة زيت بسيطة بس عشان اللمعة بتاعت البيدفور بتاعت الشوكولاتة سوري. بس خلصت بقى الكمية. طبعا كنت حاطه ورق اللي هو الاستريتش راب ده في الصينيه، بتطلع البيدفور معايا بكل سهوله ما بتكون الشوكولاته مش ماسكه في الصينيه. جبت بقى علبه حطيت فيها برضو ورق اللي هو الاستريتش راب، وبعدين هبدأ ان انا ارص البيدفور بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وبعدين هغطي العلبة بتاعتي. هتقولوا بقى نحتفظ بيها في التلاجة او بره. انا الحقيقة حطيتها بره التلاجة، الشوكولاتة مش هتسيح خالص لان احنا الايام دي مش اللي هي الحر قوي. لو احنا في الصيف والجو حر قوي فهقولك حطيها في التلاجة، انما لو الجو يعني مناسب مش حر ولا ساقع قوي يعني فالشوكولاته مش هتسيح من على البيدفور، فانا حطيتها بره التلاجة. بس كده يكون خلصنا الوصفه بتاعتنا، ان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا لو جربتوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.